انا ماليش فيه. واعوذ بالله من كلمه الانا. انتوا قد ما بتطلعوا وتطلعوا لحنين من لايفاتي. مش انه حد طلع قال حنين اتكلمت معايا 3 الفجر، وحنين مش محترمه بتكلمني وشوفي التوقيت. مش انه حد طلع قال حنين اتكلمت معايا 3 الفجر، وحنين مش محترمه بتكلمني. بتطلعوا من لايفاتي وانا بشتم، وانا بهتك اعراض، وانا بقذف محصنات، وبسب اموات وبنكم. وليا الفخر، ليا الفخر ان انتوا تنشروا لي الكلام ده. بصي اقول لك على حاجه من نونا. انا واعوذ بالله من كلمه اللي انا بتعامل في اليوتيوب مش بشخصيه حنين. اليوتيوب مش عايز شخصيه حنين اللي على ارض الواقع. الله يلعن ام الحب يا ناس، الله يلعن الله يلعن ابو اليوم اللي كلمتها خاص. الله يلعن، الله لا يوفقك يا ام كيان، الله لا يوفقك يا فاطمه، الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم انكم جبتوا لي رقمها وتواصلت انا معها. الله ياخذها يا ناس، قسما بالله العظيم. اصلا انا لما كنت اكلمها حاسس انها بنت الحرام تعلقت فيني، احس انها تعلقت فيني، حبتني وكذا، اقول يلعن امها هذه شكلها ما راح تتركني. وفعلا فعلا هذا الحب. شفتوا الحب ايش سوى؟ شفتوا الحب؟ ولا وتحلف ذاك اليوم تقول اقسم بالله ما تكلمت معه خاصه، والله ما تكلمت معه الكذابه. اتحداك يا مطيز، يا مطيز يا كذاب، اتحداك تجيب انت تسجيله انا تكلمت خاصه. قسما بالله العظيم اقسم بالله انك تكلمتيني خاص، وكنت تتكلمين معي خاص يا حنين، وكنت تتكلمين في الايمو، تكلميني ايمو، وتجلسين معي بالساعه والساعتين والثلاثه، وجالسه تتمحنين عند طيزي. نسينا ما كلينا. انا ما احلف كذب ترى، لو انه ما كلمتيني ما راح احلف ولا اقول انك كلمتيني. انت كلمتيني وام كيان تشهد، ام كيان تطلع تحلف براس عيالها انها ما تواصلت معك يا حنين، ولا كان بيننا تليفونه. وام كيان تحلف براس عيالها، وانت احلفي براس عيالك اني انا ما تواصلت معك ولا كنت اكلمك ايمو. بس يا عسل يا عسل. شفتي متولي سعيد لما يحس ان الداعمين يحبوه؟ الشعور هذا جاني انا لما حنين تكلمني، كانت يعني اسلوبها بالخاص. يا ناس اسمعوني اسمعوني، افهموني بس افهموني، افهموني اسمعوني، والله العظيم يا جماعة الخير. في ستات عندهم اسلوب وعندهم ذكاء كذا كيف تسيطر على الرجال اللي يكلمها. اوكي، في اسلوب، في شطاره ترى. في كلام في وحده تكلمك تليفون تعطيك كلمه واحده كذا، خلاص تعرف ان هذه عاوزه منك كذا. حلو. فاسلوبها في التليفون لما تتكلم بالتليفون بالخاص غير عن المنصات وعن اليوتيوب 240 ألف درجة، غير تختلف. هذه الشخصية مش هذه الشخصية، عرفتوا؟ يعني تتقبل شخصيتين. بنت الحرام عندها شخصيتين، عندها شخصية ممحونة وعندها شخصية مجرمة. عندها شخصية ممحونة وشخصية مجرمة. الشخصية الممحونة هذه وين تستخدمها؟ في الخاص. لا دخلت خاص تلبس الشخصية الممحونة. حلو. شخصية ممحونة كيف؟ أبى أقول لكم كيف ممحونة. في ناس يتساءلون، بعض الناس يقولون كيف شخصية ممحونة. الشخصية الممحونة لما تيجي تتكلم بالخاص ايش تقول؟ لا ابى اقول لكم يعني شخصيتها بالعام. الحين هي في العام لما تتكلم اهلا 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 اهلا، منور حبيبنا، منور، لا اخويا، منور اخويا البراك، يا اهلا يا اهلا، منور الدنيا، يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، اهلا اهلا عسل، منوره يا عسل، اهلا اهلا دكتور اسامه، منور يا دكتور اسامه المحترم، منور يا محترم يا دكتور اسامه، منور الدنيا، يا اهلا فيك، يا مرحبا بيكم، يا مرحبا باخواتي واخواني، يا اهلا
الكاشف منور يا كاشف، منور يا كاشفة، منور يا كاشف. هاي منور. لينا منورة يا أختي لينا، يا أهلا في لينا منورة. ها ولما تضحك لما تضحك هذا متى في العام؟ تعالوا في الخاص كيف تتكلم في الخاص؟ منورة يا جرافيتي، جرافيتي منورة يا جرافيتي منورة، هذا في العام يا جرافيتي منورة. هسام منور يا هسام منور، اخويا هسام منور يا اخويا هسام الجدع. منورة شيماء، منور يا شيماء منورة، هذا في العام شيماء منورة. في الخاص لا. اهلا السلام عليكم اهلا. الضحكة يا والله انا كلمت الاخت ام كيان يعني، وقلت لها يعني يا خالد يعني انت والله يا هذا في الخاص. فتسوي سيطرة كذا الواحد ايش يدوخ عرفتوا اللي تدوخ زي السحر كذا، الواحد يتعرض للتنويم المغناطيسي. ايوه انت فتحت الساعة 3 وانا كنت عايزة افتح بس قفلت وقفلت وانت فتحت اوه كذا تجيكم كذا الواحد قسم بالله كذا يعني تدخلكم جو. انا احس اني كنت نايم معها بالسرير لما اكلمها التليفون، والله بعض مرات اصحصح كذا بسم الله الرحمن الرحيم احس اني معها في السرير. يخرب بيتها مجرمة بمعنى الكلمة، مجرمة يا ناس. انا اتكلم جد معكم والله ما امزح. انتم تضحكون الحين صح؟ تضحكون انتم تقولون اني امزح. لا والله ما انتم ما انا المشكلة اني ما سجلتها ولا سجلت صوتها، لاني الناس اللي اكون اعزهم واحبهم ما اسجل لهم مستحيل. هي كنت اعزها انا صح، ما كنت ادري انها بنت حرام. وقلت له ايوه شفتها والله ايوه ولا تشتم بالخاص، ما تشتم. ما عمري سمعتها بالخاص قالت شرموطة ولا منتناكة. لا اقول لكم شخصية ثانية. لما اشوفها ثاني يوم تفتح بث اجي اناظر فيها استغرب، اقول هذه اللي كانت تكلمني خاص امس. لا مش هي، لا مش هي. زي الافعى، شفتوا الافعى لونها الافاعي الحين لونها حلو، تشوفون جلد الافعى لونها وما شاء الله ربنا سبحان الله يحط في الافعى النقوش والرسوم اللي على جلد الافاعي يخلي النظر الواحد يعني يلحس مع لونها ومنظرها والزخارف والزخرفه اللي بجسم الافعى. شيء سبحان الله كأنها رسمة رسام، يعني كأنها الرسمات اللي على بعض الافاعي لها الوان كذا سبحان الله تخلي الواحد ينبهر من الالوان والشكل حلو. شيء جميل جدا، رسمه ما ترسمها احسن فنان. ولكن سمها يقتل قبيله. هذه زي الافعى، ملمسها من برا حلو، شكلها ورسمه ونقوش وزخرفه، ومن داخل بنت الحرام سمها قاتل. مرة من المرات يا جماعة الخير تكلمني خاص وجالسة تسولف وتحكي عن قصة صارت لها هي وولدها. شرت سيارة لولدها، اوكي، مصطفى البوابة ولدي شرت لولدها سيارة من استراليا.